3 ميزات و4 عيوب لهيثم حسن اللي قرر تمثيل منتخب مصر. اول ميزه عنده ان الراجل ده مهاري 1 على 1، ممكن يطلع في الماتش الواحد ب5 و6 مراوغات. برده كروسات عنده كويسه، الراجل يقدر يرفع لك في حدود كروسين 3 في الماتش مميزين. تالت ميزه عنده هي الكرات الطوليه، الراجل يقدر يلعب كره طوليه يطلع المهاجم اللي عندك. نخش بقى على العيوب. ما تعتمدش عليه في الاهداف، الراجل ده وينج ولكنه ضعيف جدا على الجون ومش ايجابي خالص. معدل تصويباته عامه كارثه، وتصويباته على المرمى نفسه كارثه اكبر منها بكتير، ارقامه ضعيفه جدا. برضه على مستوى صناعه الاهداف ضعيف جدا. تالت مشكله عنده وهي الكرات الهوائيه، الراجل ده بياخد كره واحده من كل 4 كرات، برضه ما تعتمدش عليه في العالي. اخر عيب عنده ودي اهم عيب انا شايفه لان منتخب مصر بيحتاج ده، ان هو كوينج ما بيرجعش يعمل اي مساهمات دفاعيه. فكره انه يرجع يغطي مع الباك اللي بيلعب وراه غالبا مش هتبقى متاحه. كان ممكن نتفهم الكلام ده لو ارقامه الهجوميه عظيمه مثلا زي محمد صلاح، فانت ما بترجعش مع محمد هاني. انما لو حضرتك دفاعيا هجوميا ارقامك ضعيفه وكمان ما بترجعش تعمل الواجب الدفاعي، الموضوع صعب جدا.